ولكن خليني اكلم مجموعه البهايم. ماشي، يعني البهايم. تعالى كده. كنت مشير فيديو كده عن اللاعب العرة اللي انا مش هقول اسمه، في الموقف العزاء بتاع والده، او في موقف موت والده تحديدا. وطلع عليا بعض الاشخاص كده، متعرفش هم لجان ولا ناس بتفهم من انهي ناحيه، وفضلوا يغلطوا ويتكلموا. طبعا فيهم ناس محترمه اتكلموا برايهم باحترام، وعلى راسي اكيد انا بحترمهم. انا اولا ما زعقتش على اللاعب، ما خدتش لقطه على اللاعب، ما طلعتش قلت حاجه المفروض ما تتقالش. انا كلامي كان واضح جدا. انا طلعت قلت المفروض اللاعب موت الاب، وده حاجه كبيره، ان الموت مصيبه، فكان يحترم الحاجه دي او يحزن لها. كان على الاقل، على الاقل هو مستحيل يسافر في نفس اليوم، ده حاجه معروفه وبديهيه. شويه اغبياء يعني. انا ما قلتش يسافر في نفس اليوم ولا ياخد طياره ويرجع، تمام، لان دي حاجه معروفه. لكن انا قلت موقفه من اللعب، من اللعب ده. حتى الكلمه يا بني ادم بتفهم، يعني لو بتفهم هي معبره عن نفسها، اسمه لعب. فايه الواجب الوطني ولا الواجب الانساني ولا الواجب الروحي اللي انا اضحي بسبب موت ابويا علشان خاطر رايح العب؟